شرعت السلطات الإماراتية في خطة تحويل البلاد إلى وجهة قمار عالمية في سابقة تعد الأولى من نوعها في الخليج العربي. وعبرت أوساط شعبية وأهلية في الإمارات عن الغضب من السماح بنشاط أندية القمار في الدولة في انقلاب جديد على طبيعة المجتمع المحافظ فيها. وتوالت ردود الفعل المنتقدة على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان حكومة أبو ظبي السماح بنشاط أندية القمار رغم أن الإسلام دين الدولة يحرم ذلك. وأعلن كريغ سكوت بيلينغز الرئيس التنفيذي لشركة وير ريزورتس لتشغيل الفنادق والكازينوهات أن الشركة ستقيم كازينو في منتجع تبنيه في الإمارات ليكون الأول من نوعه في منطقة الخليج العربية المحظور فيها القمار منذ فترة طويلة. وبحسب وكالة رويترز سيمثل الكازينو لخطة تحول لمنطقة الخليج التي طبقت لفترة طويلة التعاليم الإسلامية بشكل أكثر من مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وذكرت الوكالة أن تصور إنشاء كازينو جديد يأتي في ظل أجواء منافسة شديدة في منطقة الخليج، حيث تتنافس الإمارات مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة مع السعودية التي تسرع بخطى الانفتاح لتصبح وجهة مفضلة في منطقة تسعى لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت الحكومة الإماراتية وشركة وير ريزورتس في يناير كانون الثاني إن المنتجع قد تم ترخيصه لممارسة الألعاب دون ذكر للقمار تحديدا، مما أثار الحديث المتجدد عن إدخال الكازينوهات في الدولة الخليجية. وبحسب رويترز فقد أكد بيلينغز إقامة الكازينو المقرر الانتهاء منه في عام 2026 على جزيرة صناعية قبالة ساحل رأس الخيمة. وأضاف بيلينغز أن الكازينو سنديره بمفردنا لبعض الوقت على الأقل، وهو شيء مثير للغاية يجري تصميمه ليكون أكبر إلى حد ما من منتجع ويل لاس فيغاس. ومضى يقول: حين تفكر في سوق كهذه حيث تكون لفترة من الوقت المشغل الوحيد، فأنت بالتأكيد لا ترغب في التقصير في بناء الكازينو، بل تريد الحفاظ على هذا الشعور بالحيوية. ورأس الخيمة إمارة صغيرة وأقل شهرة بين الإمارات السبع، ولشركة سيزرز بالاس منتجع بدون كازينو في دبي مركز الأعمال الإقليمية، كما تقوم شركة MGM ريزورس انترناشونال ببناء منتجع. وسبق أن أكدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الإمارات تسعى لأن تكون وجهة مقصودة للكازينوهات العالمية. ووفقا للتقرير فإن الإمارات مرشحة لأن تكون السوق الكبير للقمار في الوطن العربي، ولا سيما إمارة رأس الخيمة. ويشار إلى أن رأس الخيمة هي الإمارات الواقعة في أقصى شمال الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن اتحاد فيدرالي يمارس فيه الحكام المستبدين سلطات واسعة في إمارتهم بحسب أسوشيتد بريس. ويحكم الإمارة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وتحاول منذ سنوات رفع مكانتها في سوق السياحة الذي تهيمن عليه دبي. وتستقطب رأس الخيمة مجموعة متنوعة من السياح من الهند وروسيا والمملكة المتحدة ومصر، ولديها حانات متحررة تسمح بشرب الخمر ومنطقة تركز على المنتجعات الشاطئية، بينما تعلن أيضا عن أنشطة خارجية حول جبل جيس، أعلى نقطة في البلاد على ارتفاع 1934 مترا فوق مستوى سطح البحر. ولطالما ترددت شائعات عن المقامرة كوسيلة لجمع الأموال في الإمارات وتعزيز صناعة السياحة فيها، لا سيما في دبي موطن شركة طيران الإمارات لمسافات طويلة. لكن في السنوات الأخيرة استمرت الشائعات حول ازدياد الكازينوهات في البلاد، وأشارت الإذاعة إلى أن الإمارات تتجه نحو هذا الخيار بعد أن اتجهت السعودية نحو نقل الشركات الأجنبية مقراتها الرئيسية إلى المملكة بحلول عام 2024 إذا كانت ترغب في المشاركة في فرص الاستثمار الحكومية السعودية. وتضيف BBC أن من شأن هذه الخطوة أن تدفع الإمارات للتحرك سريعا كي تحافظ على موقعها، وتحديدا دبي التي احتلت موقع الريادة في مجال الاستثمارات الأجنبية منذ عقود، فيما تركز أبو ظبي على منتجعات الألعاب التي قد تكون الحل لذلك بحسب المصدر ذاته. وفي إبريل الماضي نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر قولها إن دولة الإمارات ستسمح ببعض أشكال المقامرة،
شريطة أن تتخذ كل إمارة قرارها بهذا الخصوص وتحدد بشكل مستقل كيفية تنظيم الأمر، لكن كل ذلك يأتي في ظل وجود قوانين ما زالت حتى اللحظة تجرم القمار، حيث قالت شرطة إمارة دبي إن لعب القمار في دولة الإمارات غير مشروع، وإن الدولة تجرم هذا النوع من الألعاب عملا بقانون العقوبات الاتحادي. ويقول الصحفي دومونيك دادلي الذي يكتب في مجلة فوربس إن الإمارات مهتمة باستقطاب أي سياح يريدون القدوم إليها، وفي ظل العلاقات الجديدة مع إسرائيل فإن السياح الإسرائيليين مرحب بهم في هذه الكازينوهات متى تم افتتاحها هناك. وهكذا فإن رأس الخيمة هي الإمارة الوحيدة التي أعلنت علنا نيتها الخوض في غمار تجربة منتجعات الألعاب المتكاملة، لكن إقحام دبي ربما يأتي من مجلة فوربس، فهي التي قالت إن لدى دبي بعض التجارب السابقة التي قد تكون مفيدة، إذ قد سبق أن وقعت شركة تابعة لدبي العالمية صفقة مع MGM في عام 2007 تنطوي على استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من قبل المستثمر الإماراتي. ويعتبر عدد الدول التي تسمح بالكازينوهات في العالم العربي قليلا، فمن بينها لبنان الذي يسمح للسكان والأجانب بدخول الكازينو على عكس مصر التي تحصر ارتياده بالأجانب فقط. أما المغرب فيسمح بجميع أشكال القمار، فيما تعمد تونس كما مصر إلى حصر المقامرة عند الأجانب. وتواجه دولة الإمارات منذ وفاة الشيخ زايد آل نهيان عام 2004 غزوا فكريا سريعا للغاية يلتهم ثقافة الدولة الخليجية التي تعتبر امتدادا لجيرانها ثقافيا وفكريا وقبليا بشكل سريع يسير نحو المجهول. ويرى المتابع للصحافة المحلية أحيانا لوعات هذا التغيير وسط سطور يكتبها صحفيون وكتاب مثقفون وأدباء محترفون تمجد الدولة ومسؤوليها وبعض شيوخ البلاد، لكن حيلهم تتقلص في مواجهة هذه الحرب الجارفة خوفا من أن تطولهم يد القانون الذي هو الآخر يلف قيوده يوما بعد يوم على الأقلام الحرة. الانفتاح الذي يسير عليه حكام ومسؤولو أبو ظبي واستئثارهم بالسلطة وعلى رأسهم محمد بن زايد منذ أكثر من 10 سنوات بدأت بوادره تهدد بنية المجتمع الإماراتي، ويمكن رصد أخطر التحولات السياسية والأمنية التي أثرت في واقع الإمارات باستلام محمد بن زايد شؤون الدولة عام 1994 عندما اعتمده الأمريكان كمرجع نهائي للحكم في البلاد عبر توقيعه لاتفاقية الإذعان الدفاعية معهم، والتي تم تجديدها عام 2017. وفي ذات السياق وفي خطوة فسرت بأنها تسمح بممارسة الزنا، بدأت السلطات الإماراتية إصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء. إصدار الشهادات يأتي تطبيقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أصدره الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بموجب مرسوم ينظم تسجيل المواليد والوفيات في دولة الإمارات. المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي يعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للوالدين وما إذا كان الأب معروفا أم لا. ويسمح المرسوم للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود عبر السلطة القضائية من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب، ومن خلال هذا الطلب بأنها الأم الفعلية للمولود مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأم هذه الأوراق إلى المحكمة التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد. وتكون الأم مطالبة بتقديم وثيقتين هما إشعار الولادة ونسخة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر، ولا ينظر القانون في كيفية ولادة الطفل أو ما إذا كان الوالدان متزوجين بالأصل، لكن ينظر من خلال حق الطفل في الحصول على هوية خاصة، كما نقلت صحيفة الخليج تايمز عن خبير قانوني دون أن تذكر اسمه. ووفقا للمادة 7 من قانون الأسرة الإماراتية لم يعد الزواج شرطا لتسجيل الطفل، وبدأ تنفيذ ذلك في أبو ظبي عام 2020. وبموجب نظام الزواج المدني الجديد يسمح القانون للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبو ظبي، والخدمة مقدمة فقط من قبل عاصمة الإمارات العربية المتحدة،
ويمنح السائحون فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني.